تمام 10 مساء بتوقيت أسمر المحلي. أيها السادة والسيدات، من الفضيلة بأن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. تنظيم سيمينار حول حقوق الطفل في الإقليم الأوسط. سيمينار لجمعية المرافق الخدمية في كرن. دعم عين للمحتاجين بمديرية حلحلة. قارات أمريكية بريطانية فرنسية على سوريا. المجاعة تهدد 7 ملايين شخص في منطقة الساحل وغرب أفريقيا. والرئيس الأمريكي يلمح لأنه قد ينضم مجددا إلى الشراكة عبر المحيط الهادي. أهلا بكم للتفاصيل. عقد سيمينار في الإقليم الأوسط يومي 12 و13 من أبريل حول حقوق الطفل ودور المجتمع، شاركت فيه لجان 13 مديرية. وأوضح مسؤول الرعاية الاجتماعية في مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم السيد رزق يوهنس أن إريتريا تعمل لتنفيذ مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها في العام 1994 ولضمان تأمين حقوق الأطفال. ودعا السيمينار اللجان المشاركة لإطلاع بالمعلومات المقدمة إلى الشعب والعمل المنسق للتوعية المتكرر. عقد سيمينار لأعضاء جمعية المرافق الخدمية في مدينة كرن لتطوير أنشطتهم اليومية وتعزيز العلاقة مع الجهات الشريكة لحل تحدياتهم. وأوضح المدير العام لقسم السياحة في إقليم عنسبة السيد سالم علي سالم أن الإدارة والمراقبة الجيدة أساس حصول الزبائن لخدمات جيدة وسريعة وقانونية، ويسهم ذلك في أساليب الضيافة والاستقبال. من جانبه أوضح مسؤول الدراسات ومتابعة الموارد في القسم السيد فسحة هبتة أن المراقبة المتواصلة تجري لضمان نظافة المرافق الخدمية والعمال، داعيا المرافق لتقديم خدمات جيدة بأسعار مناسبة ورفع قائمة الأسعار. ويوجد في إقليم عنسبة 630 مرفق خدمي مؤطر في جمعية. قام مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية حلحل بإقليم عنسبة بتأهيل المحتاجين بعربات الكارو. وقال مسؤول الفرع السيد أرعدوم فيما يتعلق بالدعم أن البرنامج يهدف إلى تحسين الحياة المعيشية للأسر الراعية للمعاقين وأسر الشهداء والمعاقين ورعاة اليتامى والأسر المحتاجة. وكلفت عربات الكارو التي وزعت ل16 من المستفيدين في ضاحيات حلحل ومي أوالد وملبسو وقرصة ورهي حوالي 240 ألف نقفة. وقال السكان الذين قدم لهم الدعم أن الفرصة التي أتيحت لهم تخلق مصدرا للعمل والإنتاج، مؤكدين جاهزيتهم للعمل بإخلاص لتحسين حياتهم المعيشية. وتوضح مستندات مكتب العمل والرعاية الاجتماعية عن وجود 540 معاق، منهم 182 من النساء في المديرية، فيما تشير تلك المستندات إلى أن أكثر من الناشطين في التجارة والذين قدمت لهم قروض دون فوائد بداية من العام 2007 قد أعاد معظمهم القروض في أوانه. قدم المثليون المقيمون في مدينتي أمستلفين ووات هورن الهولندية مبلغ 5760 يورو لإعالة أسر الشهداء. وكان المواطنون قد شهدوا بالتعاون مع وزارة التعليم مشروع مياه الشرب الصالحة بكلفة 195 ألف نقفة لمدرسة دبروة الابتدائية. المشاهدين الأفاضل، إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أكثر من 100 ضربة لسوريا فجر اليوم السبت، فيما وصفته بأنها ضربة لمرة واحدة فقط. وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس والجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة أنه تم استهداف 3 منشآت رئيسية للأسلحة الكيماوية بصواريخ أطلقت من البحر ومن الطائرات، مما أدى إلى إطلاق وسائل الدفاع الجوي السوري.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها أن الدفاع الجوي السوري اعترض معظم الصواريخ المستخدمة في الهجوم. وقال التلفزيون الحكومي السوري أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 13 صاروخا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 3 مراكز للبحث العلمي أصيبت في الهجمات، 2 في دمشق والثالث في منطقة حمص، بالإضافة إلى قواعد عسكرية في دمشق. وأضاف المرصد أن كل القواعد والمنشآت التي أصيبت في الهجوم أخلتها الحكومة السورية خلال الأيام السابقة. أفادت تقارير عن اللجنة الدائمة المشتركة لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل أن أكثر من 7 ملايين شخص مهددين بالمجاعة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا بسبب النقص الحاد للأمطار الذي يؤثر على الرعاة والمزارعين في بلدان تعتمد في اقتصادياتها البدائية على الأمطار في الزراعة وتربية المواشي. وذكرت التقارير أن إنتاج هذه الدول من الحبوب سجل ارتفاعا بنسبة 11% مقارنة بمتوسط السنوات ال5 الماضية، لكن اضطراب المناخ وضع 6 بلدان في حالة طوارئ وفقا لما قاله الأمين التنفيذي للجنة الدائمة المشتركة لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل. وأشارت إلى أن انعدام الأمن في المنطقة لا يساعد على حل المشكلة، وأن تنقل الرعاة بحثا عن الرعي قد يؤدي إلى نزاعات بين المزارعين والرعاة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تنضم مجددا إلى اتفاق الشراكة الجديد عبر المحيط الهادي إذا نجحت في تحسين الاتفاق الذي انسحب منه لدى توليه الحكم السنة الماضية. وكلف ترامب أحد مستشاريه الاقتصاديين وممثله التجاري استئناف المباحثات وكيف يمكن العودة مجددا إلى مفاوضات الشراكة عبر الهادي. ويأتي الإعلان في حين تشهد العلاقات التجارية الصينية الأمريكية توترا كبيرا. من جانبها قالت الحكومة اليابانية أن إعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة غاية في الصعوبة. ووقعت 11 دولة في جانبي المحيط الهادي بداية مارس اتفاقية إنعاش التجارة الحرة بين ضفتي المحيط بعد أن أعلن موتها قبل سنة إثر انسحاب الولايات المتحدة منها. انطلق مهرجان الزهور السنوي في اسطنبول في حديقة بحي أمير جان الكائن بالشطر الأوروبي لإزدان بالمئات من أزهار التوليب، معلنة انطلاق مهرجان الزهور في فصل الربيع في دعوة لتجديد الروح وكسر الروتين اليومي. المهرجان الذي دأبت المدينة على استقباله يستقطب عدد من السياح من جنسيات مختلفة، وتشارك في العروض الحية للمهرجان فرق موسيقية تركية، إضافة إلى فنانين يعرضون أعمالهم إلى جانب أنشطة رياضية وعرض الصور والرسوم المتحركة. ومنذ سنة 2005 تحتفل اسطنبول بهذا المهرجان، حيث تم زرع 30 مليون زهرة حتى هذا العام. الوقفة الرياضية تتابعونها بعد قليل. تخطى فريق برشلونة أحزانه الأوروبية واقترب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري الإسباني بعدما حقق الفوز على فالنسيا بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة 32 من الليغا. أحرز هدفي البلوغرانا كل من لويس سواريز في الدقيقة 15 وساميال أومتيتي في الدقيقة 51، بينما أحرز داني باريخو هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 83. وبتلك النتيجة يواصل برشلونة انفراده بصدارة الليغا برصيد 82 نقطة، ويتجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 65 ويظل في المركز الثالث مؤقتا. هذا وفي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قلب حامل اللقب تشيلسي تأخره أمام ساوثهامبتون بهدفين نظيفين إلى فوز الثمين بالثلاثية مقابل هدفين في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب سانت ماري في افتتاح الجولة 34. وتقدم ساوثهامبتون في الدقيقتين 21 و60 عن طريق دوسان تاديتش والبولندي يان بيندرياك، لكن البديل الفرنسي أوليفيه جيرو قلص الفارق لتشيلسي في الدقيقة 70 قبل أن يسجل إيدن هازارد هدف التعادل، ثم عاد جيرو وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 78.
واستعاد كريستال بالاس نغمة الانتصارات بفوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين على برايتون. وواصل بيرلي مسلسل انتصاراته المتتالية بفوز ثمين بهدفين مقابل هدف على ليستر سيتي، محققا انتصاره الخامس على التوالي. وتغلب هيدرسفيلد تاون على واتفورد بهدف نظيف سجله توماس إنيس. هذا وفي مواجهة انتهت قبل قليل حقق ليفربول فوزا هاما على ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة. وتناوب في تسجيل أهداف الريز بهذه المواجهة كل من ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فورمينو. إلى هنا نصل إياكم مشاهدينا الأفاضل إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله وحفظه.